السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة طلباتك أوامر مع دنيا رزق على اليوتيوب. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير يا رب إن شاء الله. طبعا أول ما الجو بيحرر أول حاجة بنفكر فيها إحنا أو ولادنا هو الآيس كريم. الآيس كريم هيكون موجود عندنا على طول في البيت. هنعمله ب6 نكهات بطريقة جميلة جدا. طريقة الآيس كريم بتاعنا النهاردة هتكون سهلة قوي واقتصادية قوي وطعمه حلو قوي قوي قوي. هيكون مغذي طبعا لأولادنا لأنه معمول من فواكه فريش والمكونات بتاعته كلها طبيعية. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الآيس كريم التحفة ده مكوناته ايه وعملناه ازاي. بسم الله كده. أول نوع هنبدأ فيه هي المانجا. المانجا طبعا أنا قطعتها وحطيتها في الفريزر لحد ما جمدت، وبعد كده طلعتها وسبتها تفك شوية علشان ما تبوظليش السكينة بتاعة الخلاط أو الكبة اللي أنا هشتغل فيها. القاعدة الأساسية بتاعتنا إن لازم الفواكه كلها بتكون متفرزة، ده قاعدة أساسية للآيس كريم بتاعنا. خلاص هنبدأ بقى نضربها، وممكن تشتغلي بأي حاجة، ممكن في الخلاط، ممكن في الكبة، ممكن بالهاند بلندر. أهم حاجة إن احنا ما بنحطش مية على الفاكهة واحنا بنضربها وهي زي ما هي كده من غير أي مية خالص. أول ما الفاكهة بتاعتنا أو نوع الفاكهة يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ناعمة جدا جدا، بصوا بيوريه كده طرية خالص. دي حاجة اساسية ان احنا لازم الفاكهة بتاعتنا بتكون ناعمة خالص كده. اول ما توصل للدرجة اللي انت شايفاها دي هنحط لها تقريبا معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز موجود عند اي عطار وفي السوبر ماركت متوفر جدا. البرطمان ده رخيص ب12 جنيه كيلو، بيقعد معاكي فترة طويلة. لو مش متوفر عندك واحنا شغالين مع بعض هقول لكم له بدلين بدل العسل الجلوكوز. يعني لو مش متوفر عندكم عسل الجلوكوز واحنا شغالين مع بعض في الفيديو هقول لكم على 2 من البدايل له. حطيت معلقة كبيرة كده من عسل الجلوكوز على المانجا وهبدأ اضربهم مع بعض ضربة خفيفة كده لحد ما اخليهم يمتزجوا في بعض. اول ما المانجا بتاعتي تكون ناعمة، اهم حاجة تكون ناعمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعسل الجلوكوز خلاص داب فيها، بقلبهم كده مع بعض. وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه. هحط لها بقى علبة زبادي اللي هي 105 جرام اللي موجودة في السوبر ماركت للنص كيلو المانجا. نص كيلو من المانجا بياخد علبة زبادي وبياخد 5 معالق من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه اللي انا مستخدماه هنا الكريم شانتيه الخام اللي موجود عند العطار او في محلات مستلزمات الحلواني. حطيت 5 معالق كبيرة مليانة. لو مش متوفر عندك وعندك البكاوي اللي بتتباع في السوبر ماركت تمام. وعلشان نحليه هحط هنا 3 معالق كبيرة من السكر البودر، ولازم السكر يكون بودر مش سكر من اللي احنا بنحلي بيه الشاي، لازم يكون بودر علشان يسهل علينا الضرب ويكون مش باين قوي ولا يعني عامل تخريزة في الايس كريم بتاعنا. هنقلب بقى المكونات كلها في بعضها، وممكن بقى يا اما تضربيه تاني في الخلاط يا اما تضربيه تاني في الكبة، يا اما لو عندك مضرب زي كده تضربيهم في بعض 5 دقايق كده مش اكتر او اقل لحد ما كل المكونات تمتزج في بعضيها وتحسي ان الكريم شانتيه كده امتزج خالص مع الفاكهه اللي انت هتعمليها. علبه بقى او اي حاجه انت موجوده متوفره عندك. العلبه اللي معايا دي بتاخد كيلو، مليت بيها الفاكهه بتاعتي. وهنا خلصنا اول نوع من الايس كريم بتاعنا هو ايس كريم المانجا. تعالوا نشوف النوع اللي بعد كده هنعمل مع بعض ايه. تاني نوع هنعمله مع بعض هو الكانتالوب. جبت نص كيلو من الكانتالوب وقشرته وقطعته وحطيته في الفريزر لحد ما جمد واتفرز خالص. وبعد كده سبته لما فك شويه صغيرين، وبعد كده هضربه في الكبه برضو. اهم حاجه ان الكانتالوب بتاعي او اي نوع من الفاكهه ان هي تكون ناعمه خالص. وممكن تستخدمي بدل الكانتالوب مشمش، ممكن خوخ بس تقشريه. هنا الكانتالوب بتاعي بعد ما نعم خالص بس حطيت عليه نقطة من اللون الاخضر لتعزيز اللون بس علشان كان لونه بهتان. اللي مش عايز يحطها بلاش، بس اللون ده لون غذائي مصرح بيه يعني موجود عند الناس اللي بتبيع مستلزمات الحلواني. البديل الاول للعسل الجلوكوز هو عسل النحل. العسل النحل الطبيعي اللي موجود في اي بيت. هنستخدم معلقتين بدل عسل الجلوكوز. انا هعمله معاكم بكل البدايل بتاعه عسل الجلوكوز للناس اللي مش متوفره عندهم عسل الجلوكوز. حطيت معلقتين من عسل النحل اللي هو عسل النحل الابيض الطبيعي، وبعد كده هنضرب الكانتالوب مع العسل ضربه خفيفه لحد الاتنين ما يمتزجوا مع بعض خالص.
كده تمام. في بولة بقى هنفضي الخليط بتاعنا ده كله، زي ما انتوا شايفين ناعم جدا. وزي ما عملنا في المانجا هنحط علبة زبادي على نص كيلو كانتالوب، وهنحط عليهم 5 معالق من الكريم شانتيه و3 معالق من السكر البودر. والسكر حسب الرغبة يا جماعة، السكر 3 معالق من السكر البودر معتدل جدا زي اللي بنشتريه من بره. اللي عايز يقلل عن الكمية دي يقلل، واللي عايز يزود يزود. السكر حسب رغبتكم انتم وحسب الطعم اللي انتوا بتحبوه. هنضرب الكانتالوب مع الكريم شانتيه لحد ما يكون بالشكل الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. وفي علبة برضو نبدأ نفضيه. العلبة بتاعتي انا قلت لكم بتاخد كيلو، يعني كل كمية من اللي احنا عاملينها دي عاملين كيلو من الايس كريم. يبقى كده خلصنا خلاص. الكانتالوب كمان هنغطيه، وبقى عندنا هنا كده نوعين، كيلو من ايس كريم المانجا وكيلو من ايس كريم الكانتالوب. تعالوا بقى نشوف النوع الثالث اللي هنعمله مع بعض ايه. تالت نوع معانا من الفواكه هي الفراولة. ده نص كيلو من الفراولة متفرزة برضو في الفريزر. بس الفراولة حاولوا ان انتوا تنزلوها شوية بشوية علشان بتكون جامدة شوية عن بقية الفواكه وهي بتتضرب. بعد ما ضربت نص ضربة كده نكمل بقية الفراولة بتاعتنا وبنضربها لحد ما بتنعم خالص زي ما احنا متفقين مع بعض كده. بعد ما نعمت خالص وبقت بالمنظر اللي انتوا شايفينه، بصوا ناعمة ازاي، ناعمة خالص. ده اهم حاجة احنا عايزينها، ان هي بتكون ناعمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. البديل التاني لعسل الجلوكوز هو الشربات التقيل اللي بنعمله للكنافة وللزلابية وللحلويات بتاعتنا الشرقية. العسل ده بنعمله ازاي، او الشربات التقيل ده بتجيبي كوباية من السكر. بصوا هو عامل ازاي، عايزاه يكون بالسمك ده. كوبايه من السكر بتحطي عليها نص كوبايه من الميه وبتعصري عليها عصره ليمونه. بتسيبيها على النار تغلي لحد ما توصل معاكي للقوام اللي انت شايفاه ده. اول ما يوصل معاكي للقوام ده خلاص سيبيه يبرد وحطيه في برطمان وعينيه في التلاجة عندك. لاي نوع من الحلويات محتاج عسل جلوكوز اشتغلي بيه بدل عسل الجلوكوز. هنا حطيت معلقتين من الشربات بتاعي اللي هو الشربات التقيل، وكده خلاص امتزجت الفراولة مع العسل بتاعي او الشربات بتاعي. في بولة هننزل بيها بالبيوريه الفراولة، وزي ما احنا عملنا مع بعض علبة زبادي و5 معالق من الكريم شانتيه البودر، وعليهم 3 معالق من السكر البودر. وهنضربهم مع بعض لحد ما تنعم خالص وتاخد قوام كريمي كده مع بعضها. وفي علبة هننزل بالايس كريم بتاعنا الفراولة، وبرضو العلبة بتاعتي عملنا كيلو من ايس كريم الفراولة. وبقى عندنا 3 كيلو من الايس كريم فراولة ومانجا وكانتالوب. تعالوا بقى نشوف هنعمل ال3 انواع التانيين ازاي. هنعمل ايس كريم الفانيليا وايس كريم الشوكولاتة، والنوع الثالث اللي انا شخصيا بموت فيه، احلى نوع من انواع الايس كريم، النوع الثالث اللي احنا هنعمله. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. انا هنا معايا لتر من الحليب هنعمل بيه 3 انواع من الايس كريم. الحليب بتاعي انا حطيته في الفريزر لحد ما جمد وبقى فيه قطع من التلج كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو، يكون التلج فيه مجروش كده زي ما انتوا شايفين. لازم يكون ساقع جدا، ويا ريت يكون فيه قطع من التلج زي ما انتوا شايفين. اللتر من الحليب ده هنحط عليه 10 معالق من الكريم شانتيه اللي هو البودر اللي احنا شغالين بيه من اول الفيديو. الكريم شانتيه اللي انا مستخدماه كريم شانتيه خام، وممكن تستخدمي المحلى. وحطيت 7 معالق على اللتر حليب، 7 معالق من السكر البودر. برضو زي ما انا قلت لكم السكر والتحلية ده حسب الذوق. ال7 معالق دول حلوين جدا مع اللتر الحليب. انت لو عايزه تزودي تزودي، لو عايزه تنقصي بعد ما تضربي كده دوقيه، عايزه تزودي كمان زودي. هقسم المقدار بتاعي بعد ما بقى عالي كده وعمل فوليوم عالي ل3 اجزاء. الجزء الاول اللي هبداه هو ايس كريم الفانيليا. حطيت كيس من الفانيليا كامل عليه، وحطيت معلقتين من الحليب البودر. والخطوه دي مش مهمه جدا، اللي هو الحليب البودر ممكن تستغني عنها لو مش موجود عندك. الحليب البودر اللي هو النيدو لو مش عايزه تحطيه بلاش. كده انا خلاص ضربتهم وخلاص كده خلص ما عندي ايس كريم الفانيليا. نيجي بقى الايس كريم الشوكولاته. عندك 3 اختيارات، يا اما تستخدمي معلقتين من النوتيلا، يا اما تستخدمي علبتين من دانة الشوكولاتة اللي موجود في اي سوبر ماركت، يا اما تستخدمي 3 معالق كبار من الكاكاو المحلى بتاع الاطفال اللي بنحطه على الحليب. خلاص انا هنا علشان عندي علبة واحدة بس من الدانت، فاستخدمت معلقة من النوتيلا وعليها علبة الدانت.
يبقى عندك 3 اختيارات، يا اما معلقتين نوتيلا، يا اما علبتين من الدانت، يا اما 3 معالق من الكاكاو المحلى كبار، 3 كبار، او ممكن تزودي لحد ما توصلي للطعم اللي انت عاوزاه. هنضربهم برضو مع بعض لحد ما يمتزج كل المكونات في بعضها، ونعبيها في علبة. وكده خلص عندنا ايس كريم الشوكولاته. تعالوا بقى هقول لكم على الايس كريم اللي انا بموت فيه، هو ايس كريم النسكافيه او الموكا او زي ما بنسميه حاجات كتير. انا استخدمت هنا كيس من النسكافيه اللاتيه لاني بحبه، واحط عليه معلقه صغيره من النسكافيه الكلاسيك العادي اللي احنا بنشربه، اللي بنحط عليه لبن اللي هو الساده، وهقلبهم مع بعض برضو بالمضرب او في الخلاط او في الكب او في اي حاجه لحد ما يمتزجوا مع بعض خالص، وبعد كده بنفضيه. حلو جدا جدا. انا عن نفسي اكتر نوع من انواع الايس كريم بحبه هو ايس كريم الموكا او النسكافيه. كده بقى عندي 5 كيلو من الايس كريم، فراولة ومانجا وكانتالوب وفانيليا وشوكولاتة ونسكافيه، كل الانواع، وممكن تعملي اي حاجة انت عاوزاها. مدة التفريز اللي بتخليه يتفرز صح او يتلج صح او يتجمد صح 24 ساعة، يعني بتحطيه 24 ساعة في الفريزر وبعد كده بتطلعيه وتقدميه. هنسيبه يوم كامل وبعد كده هنقدمه مع بعض ونشوف شكله ازاي. وده الايس كريم بتاعنا بعد ما خرج من الفريزر يا جماعة، قعد يوم كامل 24 ساعة، وما يقلش يا جماعة عن 24 ساعة علشان قوامه والتماسك بتاعه يكون زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. هنفتح العلب مع بعض بقى ونقدمه. شايفين ما شاء الله شكله كريمي وجميل جدا، ولا طعمه مش قادره اوصف لكم حلاوته ولا جماله، احلى والله العظيم من اللي بنشتريه من بره 1000 مره. جميل، وعاملينه بفاكهه فريش وخامات كلها طبيعيه. يعني على قد ما احنا هنرطب على قلوبنا كده في حر الصيف، على قد ما احنا هنكون الايس كريم بتاعنا مغذي لاولادنا وجميل، وهيكون عندنا موجود طول اليوم وطول الوقت، ونقدم لولادنا وقت ما يكونوا عايزين، وكمان نقدم لضيوفنا وقت ما يكونوا عايزين. احلى ايس كريم. خلاص الفيديو بتاعي خلص. اللي عجبته الوصفه والايس كريم بتاعي يعمل لي لايك. مستنيه تعليقاتكم الجميله ومستنيه تطبيقكم وتقولوا لي ايه رايكم فيه، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.